عندك سر وخايف عليه ما تقولوش لحد. عندك حاجة في الماضي حصلت وربنا سترها معاك، اوعى تحكيها لحد، حتى أقرب الناس ليك، حتى جوزك، حتى زوجتك، حتى ولادك. ما تتبهاش بأي حاجة حصلت وربنا سبحانه وتعالى سترها عليك. عندك كلام خايف عليه ما تحكيهوش لحد خالص. هنا الإمام الشافعي قال إيه؟ قال: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. بس ما تلومش على حد وانت بتقول السر انه أفشى السر، لأن انت ما قدرتش تشيل السر. خلي بالكم من كلامكم. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. يعني باختصار، إذا أنت نفسك لم تستطع أن تكتم سرك فكيف تستغرب على الآخرين؟ تذكروا أننا عندما نفضفض لعزيز ننسى أن لكل عزيز عزيز. وتذكروا أن هناك أمورا في هذه الحياة لا يشملها قانون الفضفضة لأي كان مهما كان قريبا أو كتوما.